كانت ذنوبك كتيرة ومش عارف تتخلص منها، تعال أقولك على 3 حاجات لو عملتهم الذنب هو اللي هيبعد عنك. بس في الأول تعال نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واعمل لايك وشير عشان تساعدني في نشر الخير وتشاركني في الأجر والثواب. كلامي النهاردة موجه لينا كلنا، وأنا أولكم. لما تقع في ذنب أول حاجة لازم تعملها ارحم نفسك واهد عليها شوية، وافهم إننا كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين، اللي ضميرهم صاحي ومش نايم. ومجرد إنك حاسس بخطأك ده ورغبتك في التوبة دي حاجة أنت بتؤجر عليها، فاطمن، ربنا رحيم بعباده. وعشان تثبت صدقك في التوبة لازم تاخد خطوة وتدور على الحل، تدور على الطريق اللي يعينك على توبتك دي، وده هيأكد صدق نيتك في التوبة. والحاجة التانية اللي لازم تركز عليها كويس جدا هي إنك تعرف فين نقطة ضعفك وتقويها، وكمان تعرف إيه الحاجة اللي لما بتحصل أو مين الناس اللي لما بيكونوا موجودين حواليك بيكونوا سبب في إنك تقع في الذنب ده. دي أكتر حاجة هتعينك على التوبة وإنك ما ترجعش للذنب ده تاني. اعترافك إنك ضعيف ده عمره ما كان عيب، العيب جدا هو إنك تكابر وبعدها تقع في الغلط، الغلط اللي بيفرح شيطانك فيك ويزعل ربك منك. فلازم تحاوط نفسك بالصالحين اللي يعينوك على تقوى الله، وتبعد عن كل الأجواء اللي تخليك ضعيف وتقع في الذنب ده. وخليني أقولك حاجة مهمة خد بالك منها كويس، اعترافك بالضعف بيخليك غصب عنك كل ما الذنب يقرب منك تحس بألم جواك وخوف من إنك تقع في الذنب ده. انت ما بتبقاش مغيب، لا، نفسك اللوامة دايما هتلاقيها بترجعك وتشدك. لكن لو كبرت وقلت لا أنا أقدر، أنا مش ضعيف، هتقع في الذنب بكل سهولة، وده طبعا اللي الشيطان عايزه. الحاجة التالتة فين حصنك اللي انت محصن بيه نفسك؟ ليه سايب الملعب للشيطان فاضي يلعب فيه براحته؟ إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. اشغل مخك بالأذكار والأوراد وقراءة القرآن، اشغل نفسك بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكمان اتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحرام يوشك أن يسكن فيه. فبلاش الأبواب المواربة، اقفل مداخل الشيطان عليك، احمي نفسك بالأذكار. الأذكار هتخليك يقظ صاحي مركز قريب من الله عز وجل. وفي اللحظة اللي هتقرب فيها من الغلط انت مش هتبقى غافل، هتلاقي حاجتين بيمنعوك انك تقع في الذنب ده. اول حاجة هتحس بغصة في صدرك، والحاجة التانية هتلاقي صوت من جواك بيقولك الله أكبر، الله يراك، الله معك. ويا ريت في اللحظة دي تقول بصوت عالي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قولها 3 مرات، سمع ودنك لا إله إلا الله. جرب واعمل كده، وساعتها هتلاقي الشيطان عشان يسكتك هيبعد عنك الذنب ده وبسرعة كمان. ولما يلاقيك في كل مرة إنه يحاول يوقعك في الذنب ده أنت مصر وبتكرر لا إله إلا الله، هيخاف إنه يوقعك، عشان عارف إنه بدل ما هيوقعك في الذنب ده بيذكرك بذكر الله سبحانه وتعالى، فهتلاقيه دايما يحاول يبعد الذنب ده عنك. و3 حاجات تعملهم بعون الله أي ذنب يبعد عنك والشيطان ما يقربوش منك أبدا. ادعي معايا وقول اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فإننا كلما تبنا عدنا، وكلما ندمنا كررنا، وكلما عاهدناك نقدنا. رب اهدنا وردنا إليك ردا جميلا. بحبكم في الله، هدية محمود.